السلام عليكم، عارفة إني اتأخرت عليكم في الفيديوهات، بس معلش بقى من كتر ما أنا حاسة إني باكلم نفسي على القناة، أي والله العظيم. فيلا كده بينا نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كمان بقى كده لو بتشوفيني قولي لي كده بتشوفيني من أنهي بلد، وكمان بتمنى منكم تفعلوا زر الجرس على الجميع، وكمان تشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوا قناتي، ومشرفيني ومنوريني على القناة كل اخواتي وحبايبي على القناة. إن شاء الله النهاردة هعمل لكم الأكلة السريعة الوصفة اللي بصوا مفيش حد مختلف عليها. اللي أسرع أكلة بصراحة في الوطن العربي في مصر كلها. ده على اختياري تمام. المكرونة. المكرونة طبعا دي اسهل وصفة واسرع وصفة. دايما كده على السريع بنعملها، فتعالوا كده نشوف هنعملها ازاي النهاردة. انا بعملها كده بطريقتي الخاصة اللي على السريع جدا جدا جدا. وكمان لحسن الحظ الكهرباء قطعت وانا بصور، بس قلت لا هكمل. كملت كده والكهرباء قطعة، فما تزعلوش بقى كده، كملوا معايا الفيديو للاخر وان شاء الله الكهرباء هتيجي معانا واحنا بنكمل الفيديو. اول حاجة عملتها كده شوية من الزيت في الحلة، وطبعا الحلة دي هعمل فيها المكرونة، مش هوسخ اي حاجة تانية. كمان هنحاول نعمل تمام، هنوفر كتير كده في غسيل الحلل او اي حاجة ان احنا نوسخها. هنعمل فيها الصلصة وكمان هنسلق فيها المكرونة. طيب اول حاجة عملتها حطيت كده شوية من الزيت، وكمان جبت بصلاية صغيرة كده طبعا على قد كيس المكرونه بتاعك، وكمان قرن فلفل وقلبته كويس جدا. وطبعا وانا بقلبه في الزيت حطيت كده بقى شويه الملح على شويه الكمون على شويه الفلفل. ضيف الاضافات بتاعتك والحمد لله الكهرباء جت. المهم قلبت ده كله في بعضه قبل ما البصله بتاعتي تدي لون. طبعا حطيت معلقتين من الصلصه كانوا عندي، وكمان ضفت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد نص كيلو كده من الطماطم الفريش عصرتها في الخلاط. وعلى طول حطيتها عليهم وغطي عليهم كده وسيبيهم يتسبكوا او التقلية بتاعتنا كده تستوي كويس جدا. بعد كده هشيل بقى كل ده في طبق صغير كده محترم، وبعد كده هضيف المية في نفس الحلة مكان التقلية بتاعتنا. هغطي عليها وعليها شوية ملح صغيرين كده، ويلا على طول اول ما تغلي تحطي المكرونة تتسلق. طيب الخطوة دي ممكن برضو يعني تعمليها او ما تعملهاش. الخطوة دي هعمل ايه؟ حطيت كده بصوا حفنة صغننة جدا من النعناع الناشف، بيبقى حلو جدا للمكرونة. طبعا لو مش عايزة خلاص استغني عنه. المهم المكرونه بتاعتنا سباكيتي او اي نوع تحبيه وتفضليه انت بتعمليه. عملت كده كيس من مكرونه الاسباجيتي. طبعا الميه غليت على طول. دايما هحط بقى المكرونه بتاعتنا، والمكرونه مش بتاخد وقت في السليق، هم 5 دقايق بالظبط تسلقي فيها المكرونه وعلى طول المكرونه بتاعتك تكون جاهزه. لو لسه متابعه معايا الفيديو لحد هنا حط اللايك الحلو يلا مستنياكي. وكمان صلي على الحبيب المصطفى في تعليق حلو منك. ولو أول مرة تشوفيني طبعا اشتركي في القناة، هتنوريني وتشرفيني في يوميات أم بسيطة. وإن شاء الله الفيديوهات الجاية حلوة جدا وبإذن الله تستفادوا منها. خلاص كده هحط المكرونة بتاعتي واغطي عليها 5 دقايق، وحطي الصلصة واغرفي على طول. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. يا رب اكون خايفة على قلوبكم واقدر افيدكم، وان شاء الله الفيديو الجاي فيديو حلو جدا جدا جدا. انتظرونا فيديو ان شاء الله هنعمله هيفيدكم كتير جدا. بلاش احرق الفيديو، بس على طول كده فعلي زر الجرس على الجميع عشان اول ما انزل الفيديو يوصلك باشعار. متأكدة متأكدة ان هو هيفيدكم بجد، هيعجبكم جدا وان شاء الله هتستفادوا منه. الفيديو ده بفكر لكم فيه بقالي فترة، وان شاء الله بإذن الله حاسه ان يعني بصوا انا ما بنزلش حاجه لما بكون عارفه ان هي هتعجبكم. فان شاء الله باذن الله الفيديو هيعجبكم جدا، خليكم منتظرين الفيديو الجاي باذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا انا بحط كده التقليه بتاعتي او التسبيكه اللي انا عملتها بالطلب عشان طبعا ما كترش جدا، بس يعني المكرونه بتاعتي هتاخد كل التقليه اللي انا عملتها. فخلاص كده الوصفه بتاعتنا جاهزه، ما تعبناش فيها، ما يعني ما وسخناش غير حلة واحدة بس. وكده خلاص الفيديو بتاعنا خلاص انتهى. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، ودي فعلا اسرع اكلة مصرية، اسرع اكلة فعلا. اكلة سريعة جدا، وكمان مفيش حد بيختلف عليها، كله بيحبها من صغير لكبير. يلا لو مش بتحبيها اكتبيلي في التعليقات، ولو بتحبيها كمان اكتبيلي في التعليقات. يلا بقى كده نغرف المكرونة بتاعتنا ونحط كده عود نعناع بسيط كده على الوش. وخلاص كده الأكلة بتاعتنا جاهزة. استغرقت معانا قد ايه؟ استغرقت معانا حوالي 10 دقايق.
طبعا لما التسبيكة بتاعتنا اتسبكت والكهرباء على ما جت وقطعت كده او قطعت وجت، كانت خلاص المكرونة بتاعتنا جاهزة. ما شاء الله مفلفلة كده وطعمها حلو جدا. رشة النعناع الناشفة دي بجد بتخليها في حتة تانية خالص مع الكمون بقى كده. بصوا روح المكرونة. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم.